من ورقة البوليزاريو للأزواج، نفس اللعبة القديرة كتعاود. السلام عليكم، معكم سعاد نوفا وهذا فيديو جديد. اليوم بان بالواضح أن النظام الجزائري ما تبدل فيه والو، غير كيحس براسو تزاحم ولا خاسر سياسيا كيرجع مباشرة لذاك الأسلوب القديم، اللعب ورقة الميليشيات ونشر الفوضى عند الجيران. إذا شنو وقع؟ مالي خرجت بموقف جديد في ملف الصحراء المغربيه، والجزائر ما عجبهاش الحال والرد جا من عندهم بالزربه، لكن ماشي بدبلوماسيه ولا بحوار، بل بهجمات منسقه على مواقع عسكريه ماليه نفذت من طرف حركات ازوديه مسلحه معروفه بالارتباط ديالها القريب والقديم في الجزائر. النتيجة خسائر لوجستية ومادية كبيرة ومحاولة واضحة لزعزعة استقرار دولة كاملة، غير حيت خدات موقف سيادي ما ناسبش المرادية. هادشي بطبيعة الحال ماشي بالصدفة وماشي أول مرة، نفس السيناريو كيتعاود، دعم تسليح وتحريك ميليشيات كأدوات ضغط باش توصل رسائل سياسية بطريقة غير مباشرة. بمعنى آخر، ملي كتفشل في الدبلوماسية كتدوز لسياسة الفوضى بالوكالة. ولكن اللي تبدل اليوم هو ان مالي ما بقاتش ثابته، الجيش المالي داير دابا عمليات واسعه ديال الهجوم وملاحقه هاد العناصر التخريبيه، وكيبان ان الدوله الماليه قررت تحسم مع هاد العبث الامني وما تبقاش تتفرج في اللي كيلعب بامنها. السؤال اللي تيبقى مطروح، واش المنطقه غادي تبقى رهينه لهذا النوع من السياسات العدائيه، ولا كاين توجه جديد في افريقيا لقطع الطريق على هاد الاساليب اللي ولات معروفه ومكشوفه؟ اللي واضح دابا هو ان اللعب بالنار راه ما عمرو كيسالي بشي حاجه ديال الربح، واللي كيصنع الفوضى راه ممكن تغرقوا في شي نهار، ورحنا شايفين داكشي اللي طاري في الجزائر. فكل الدعم للاخوه الماليين وكلنا مع الشعب المالي ومع الحكومه الماليه. تحياتي.